السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أنت تستحق النجاح في صناعة البيع المباشر؟ دعوني أجيبكم بلسان أحد أكبر عمالقة صناعة البيع المباشر، وهو تيم سيلز. كنت قد حضرت له تدريب مباشر في شهر 5 عام 2008 في أحد فنادق دبي، وسأله أحد الحضور آنذاك: هل صحيح أنه أكثر الناس بيفشلوا في التسويق الشبكي أو التسويق متعدد المستويات؟ فأجاب: الشخص الذي يقول هذا الكلام هو مخطئ، ويحاول تبرير توقفه وأنه ضحية. ببساطة، أي مشروع إذا توقفت عنه قبل أنك تتعلم المهارات المطلوبة للنجاح لا يمكن أن نقول أنك فشلت، فالفشل مختلف تماما عن التوقف. كما أنه القول بأنه فرص النجاح في صناعة البيع المباشر منخفضة أو معدومة، هذا أيضا كلام خاطئ، لأنه بيستخدم مبدأ الاحتمالات في غير مكانه. ما معنى هذا الكلام؟ خلونا نضرب مثل. حجر النرد كلكم يعرفه، هو مكعب فيه 6 أرقام. كم احتمال يطلع مثلا الرقم 1؟ سدس، 1 على 6، لأنه 6 وجوه. طيب قطعة النقود لو رميناها في الهواء مثلا، كم احتمال أنه تطلع طرة أو نقش كما نسميها في لهجتنا؟ هون استخدام الاحتمالات يا أخواني نعم صحيح، لكن قولك مثلا والله كم احتمال أنه أفوز بمباراة فلانية، كم احتمال مثلا والله أنزل وزني بشكل ملموس، كم احتمال أروح كرشي مثلا، هنا استخدام الاحتمال غير صحيح، لأنه مثل هذه النتائج مرتبطة بأداء، والأداء هو اللي بيؤدي إلى نتائج ملموسة ومطلوبة، وبالتالي يعني تحقق النجاح. الاحتمالات لازم نجعلها في مكانها. لذلك أنت لما تقول والله نسبة النجاح في كذا غير صحيحة، طيب مش كل الناس عم تحاول وعم تطور مهاراتها وعم تشتغل، الناس عم تتوقف في بداية الطريق. إخواني، صحيح أنه عدد الذين لا يحققون دخل عالي في النتورك في البيع المباشر أقل بكثير من الذين يحققون، لكن هذا أمر طبيعي، لأن النجاح والفشل يا أيها الكرام في التسويق متعدد المستويات حاله كحال أي شيء في حياتنا، بيخضع للمحاولات، بيخضع للتجارب. فالقلة دوما المتميزة هي اللي بتحقق الثراء، هي اللي بتحقق الحرية المالية، هي اللي بتحقق الإنجازات، هي اللي بتحقق الاكتشافات. طيب ليش الناس تنظر والله انه التسويق متعدد المستويات انه والله مختلف؟ لا، دائما ما في رابحين كثر. انظر مثلا كم واحد يصبح نجم رياضي معروف مشهور من بين الناس الذين يمتهنون هذه الرياضة. طيب كم شخص بيستطيع انقاص وزنه بشكل ملموس من بين الناس اللي بيحاولوا ينقصوا وزنه؟ طيب كم تاجر بينجح بتجارة العقارات؟ كم تاجر بينجح بالبورصة؟ كم قارئ للقرآن يستطيع انه يحفظ ويصبح حافظ؟ قلة. فمبدأ القلة والكثرة يا أخواني هذا مبدأ كوني تقوم عليه كل الأشياء، فالقلة المتميزة هم الذين يعتلون قمة هرم النجاح، هم اللي بيحققوا أهدافهم، هم اللي بيحققوا إنجازات، هم اللي بينجحوا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وقليل من عبادي الشكور. وأيضا في آية أخرى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لذلك فعليا عند قيامك بالأشياء يا أخواني لا تقارن، لا تتعب نفسك بنسبة النجاح ونسبة الفشل. ليش والله 20% بس هم اللي بيحققوا دخل عالي؟ ليش 30% من الطلاب هم اللي بيحققوا أو بينجحوا في هذا الفرع؟ ليش والله بس التجار كذا هم اللي بيحققوا كذا؟ لا تنظر، لا تقارن هاي المقارنات، لكن يجب أن تنظر ما هي الأسباب اللي حدث أو أدت إنه هاي النسبة القليلة حققوا هذه الإنجازات. ليش؟ لأنهم طوروا مهاراتهم، لأنهم عندهم أداء جيد، وبالتالي نتائج ملموسة، وبالتالي نجاح. لذلك أنت الآن اختار أين ستكون، هنا أم هنا. لذلك أنا أقول دوما: طور مهاراتك تحقق معجزاتك. في أمان الله.